عليكم. الكورس التاني من تأسيس صح مع ميس إيمان، أسس صح مع ميس إيمان. بعد ما خدنا الحروف هناخد الأحرف بحركة الفتح. مدتها قد إيه يا ميس إيمان؟ وعايزين قصة جميلة عشان ابني ما ينساهاش، وعايزة أعرف يعني إيه ثنائي في ثلاثي. الأحرف بحركة الفتح يا حبايب قلبي سهلة جدا، بس هتوصلها لابنك إزاي؟ أولا عايزة أقول لكم إنها بتقعد بالظبط 2.5 شهور، يعني حركة الفتح مع ابنك بتقعد 2.5 شهور بالظبط. طيب أنا مس إيمان هشرحها إزاي؟ هقول له يلا يا حبيبي ده حرف إيه؟ الألف، وده إيه؟ باء، وده إيه؟ تاء. كانوا رايحين الحديقة، وهم في الحديقة لقوا أسد كبير قوي. فلما شافوا الأسد ده فضلوا يصرخوا جامد جامد، وفضلوا يجروا لحد ما وقعوا في الحفرة دي. وقعوا في الحفرة ايه؟ دي. الألف والباء وكل حروف الهجاء وقعت في الحفرة دي. جاء هنا بقى سبايدر مان أنقذ كل الحروف وطلعهم فوق هنا. بس كلهم يا عيني اتجرحوا قوي، اتجرحوا في راسهم جامد، فاضطرينا نحط لهم لزقة فوق راسهم، وحطينا لهم اللزقة فوق راسهم بالشكل ده. وقعدوا يقولوا يعيطوا يقولوا راح بقى سبايدر مان قال لهم لا خلاص انتوا شكلكم بقى مختلف خالص، احنا من النهارده هننده لكم ونقول لكم الالف مع الفتحه واللزقه دي والباء باء والتاء تاء. وهعرف ابني ان الفتحه بتتحط فوق الحرف، وبقول له ان الف همزه فتحه باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جا حاء حاء خاء خاء دال دا ذال ذا راء راء زاي ذا سين سا شين شاء. خلي بالك انا باخد من اول الالف لحد الشين بس، وده كده كان الجزء الاولاني. باخد الجزء التاني من اول الصاد لحد الياء. الشهر الاولاني اشتغل من الالف للشين، والشهر التاني من الصاد للياء. بس خلي بالك انت بتاخدي في الجزء الاولاني ثنائي فقط، ثلاثي لا، ثلاثي لا، ثنائي فقط، ثلاثي لا. يعني ايه يا مس ايمان؟ يعني انا اول حاجه هخلي ابني يكتب من اول الالف للشين بالترتيب، ومره من الف للشين بدون ترتيب، ومره انا اختار الصوت بتاع الحرف وهو يكتبه، اكتب ب، اكتب را، اكتب جا، اكتب خا، وهكذا. اجي بقى انا عايزه هنا بقى اخلي ابني يكتب كلمات، انا ام شاطره وعايزه اخلي ابني يكتب كلمات وما يطولش معايا في الفتح. هتعلميه ان بالشكل اللي حابب معايا. يلا سا، هو عارف اصلا السا، هنحط الفتحه فين؟ فوق. ممتاز. سارة، السين في اول الكلام مد ايديها را. بالنسبه لمواضع الحروف اللي الموضوع ده محير كل الامهات، مواضع الحروف يا جماعه انا باخد الحروف الثقيله بس، الهاء اللام الميم النون، لكن المواضع الخفيفه دي هي بتيجي لوحدها. يعني اقول له يا حبيبي السين بتتاخد في اول الكلام مد ايديها اهي، وهنزل بالراء عشان السين طيوبه، ولازم اسبق له بحروف القطع اللي خدناها قبل كده، اللي احنا بنقول عليها رافصه وشكاكه، مع ان ده اكبر غلط. حروف القطع اسمها حروف قطع. هو طالما خدها عرف ان السين طيوبه ومش من حروف القطع، يبقى تمد ايديها للراء. هل الراء يا حبيبي ينفع نلزق فيها حاجه؟ لا يا ماما ما ينفعش، عشان ده حرف من حروف القطع. ساره باء، يبقى اكتب الباء بعيده كده. يا مس ايمان ما انت قلتي ثلاثي لا، ما انا عشان كده هقول لك برافو عليك، لسه مركزه، فهديله ثنائي بس. يلا اكتب يا حبيبي جاما جاء اكررها كذا مره ما. يلا انت كتبت ايه؟ هو اللي يقرأ. جاما هو اللي يقرأ، مش انت قرأتي مرة في التانية شكرا، هو يبدأ يقرأ. اكتب يا حبيبي كلمة باطا، يعني بارا او بادا بادا، كتبنا. ممتاز. اقرأ بدا، اقرأ بسرعة يا حبيبي. بدا كأنك بتجري وراه، اتعاملي كأنك بتجري. جما الله أكبر، ايه اقسم بالله تحفه تحفه في القراءه. خلاص لما تيجي بقى للثلاثي وانت بتملي الثنائي كده
عندك ما شاء الله بيقرأ الحرف بسرعة، اتعود إنه يقرأ حرفين. زي مثلا بصي شبه أهو، شا، جدع يا حمودي مثلا، شا با، ممتاز يا أحمد. اقرأ كده حبيبي، شبه وارجع تاني، بدا وارجع تاني، جمع وارجع تاني، ثرى. لما نيجي بقى دي كده خلاص ثنائي، نيجي بعد كده نملي ثلاثي. بس طبعا احنا كده هنقعد اسبوع نملي في الثنائي. نقعد بقى في الاسبوع التاني يلا حبيبي بقى نملي ثنائي، يلا بينا. ها، سارة با. اصبر لما يكتب دي، سارة با. ها، سربا، بسرعة يا احمد، سربا. ماشي، شغالة، شرى اهو، شرى. معلش في الاول هتتعبي، لكن بعد كده والله العظيم فعلا هتدعي لي. لو استفدتي من الفيديو ده بالله عليكي ما تنسيش الدعوه الحلوه والكومنت الجميل منك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم مس ايمان التاسيس. ده كده كان الكورس الاولاني لحركه الفتح باختصار. المده شهرين ونص. القصه خدناها، كنا ماشيين في الحديقه والحروف جري وراها اسد، زحف في الحفره، طلعت فوق سبايدر انقذها، بقى وقعها الازقه فوق راسها واصبحت لها تاني اسماء وشكل دي حاجه. تاني حاجه لسه خلصناها، هنكتب الحروف اول الف الشيء الاولاني ونقعد شهر. لسه ابني ما شاء الله ممتاز وكويس. بس اقلبي اسبوع واقلبي، ده اسبوع كويس، متملي كويس. امتى قالب بقى كويس؟ بيتملك كويس، يقرأ كويس، اخد جمل ويعرف يكتبها، ويعرف كمان الحرف اللي مادد ايديه واللي مش مادد ايديه. بس اقلبي مفيش مشكله، هو شهر في الفتح وتقلبي خلاص. تاخدي ثنائي بس اول اسبوع، اول اسبوعين ثنائي بس، وترجع بعد كده تاخدي ثلاثي. تقرأي كتير جدا جدا، واستنيني بقى في الكورس الثالث ان شاء الله باذن الله، الاحرف بحركه الكسر مع مس ايمان. مستنياكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.